اهلا وسهلا بكم اعزائنا متابعين سعودي هورس. ضيفي الان هو الفارس الاميري عبد الله بن متعب، بطل شوط التصنيف الدولي. ابو متعب الف مبروك. الله يبارك فيك، شكرا. ابو متعب ما شاء الله دخلت الشوط بجوادين لتلفيزي وسنوريتا، تأهلت فيهم كلهم للجولة الثانية، ودخلت ما شاء الله حطيت زمن بالفرس الأولى سريع، وأيضا بسنوريتا قدرت تحقق المركز الأول. كيف شفت منافسات الشوط رغم الأزمان السريعة معها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما تفضلت وقلت أزمان سريعة جدا، فرسان سريعين. تقريبا 14 جواد كان وفارس في جولة التصفية، وهذا طبعا يزيد من حماس الشوط. كنت أنا في الجزء الأخير من الشوط، يمكن أحيانا تكون جيدة وأحيانا تكون تحط ضغط على الفارس، لكن بفضل الله شوط يعتبر شوط مهم، لأنه شوط مصنف في الاتحاد الدولي، وشوط عليه نقاط وجائزة كبيرة، فالكل كان يحرص على المنافسة. حاولت أني أسرع قدر المستطاع. يمكن زميلي وأخي فهد العيد قال لي إيش سوى الفرسان، أعطاني وش كانت سرعات الفرسان اللي قبل. بفضل الله الحمد لله فرس سريعة، وتوكلنا على الله وحققنا أسرع زمن الحمد لله. الحمد لله. الآن الميدان مفتوح لشوط الجائزة الكبرى. دافوس جاهز إن شاء الله؟ بإذن الله، وعلى الله ثم دعواتكم إن شاء الله، وأتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. كل التوفيق لك. هذا كان حديث الفارس صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن متعب، الذي حصل على المركز الأول في الشوط الثامن، وهو شوط نهائي التصنيف الدولي. وكل تمنياتنا للفرسان السعوديين المشاركين في نهائي الجائزة الكبرى بالتوفيق بإذن الله. كونوا بالقرب. إلى اللقاء.